سلام البنات، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير. الفيديو هذا لاقيكم في احسن الاحوال ان شاء الله. اليوم البنات جبت لكم وصفه جديده، مش طبخه اليوم. جبت لكم وصفه تاع تحليه لرمضان رائعه جدا يا البنات. كيما راكم تشوفوا العين تاكل قبل الكرش. خرجت لي ما شاء الله بدون طيه، ما طيبيها، ما تستعملي الكيك، ما تستعملي حتى حاجه. غير بلي لي غوشون او لي دوك نشوفوه نوريه لكم واش كل واحد كيفاش يقولوا لهم. يتباع في المحلات شغل موسكوتشو، هو مخدوم بالشوكولا. يتباع يجي ان باكي فيه 10 داخل. وديريه بالطريقه اللي درتها لك انايا، وصفه سهله سهله جدا. هذا هو البنات كيما راكم تشوفوا. يجي فيه 10 حبات، يدير 15,000. 15,000 هذا، و10,000 تاع لاشونتيني. وانا درت التحليه لسهره تاع رمضان. خرجت لي روعه يا البنات. كما شفتوا فتحتها كامل وحكمت هذيك الحبة تاع القوشو. قسمتها على 2، فرشت الطبقة الأولى كيما كنتوا تشوفوا هكذاك. درت الجهة تاع الشوكولا من الجهة التحتانية، وخليت الجهة تاع الكيك درتها من الفوق. حكمت الشونتيي تاعي اللي كنت طلعتها بكاس تاع كاس تاع شونتيي بكاس غير ربع تاع الماء بارد، وطلعت لي كيما هكذا. هي ثقيله لازم تجي فوالا. درتها كيما راك تشوفوا. مشيت الطبقه الاولى بلا شونتيي هكا، نستفها كامل مليح. وهنايا بعد ما درت لا شونتيني طبقة ثانية، زدت نحط الكوشو تاعي كطبقة ثالثة، ونبقى ندير هكذا طبقة فوق طبقة، طبقة فوق طبقة، حتى نوصل للمرحلة، حتى نكمل كامل الكوشو اللي عندي. وفي الأخير ندير له نغطيها كامل بلا شونتيي. الطبقة الأخيرة نديرها في الفريجيدان تبرد لشوية، ومن بعد نذوب شيكولا مونا ونفرخها من الفوق. يخرج لي كشغل كيك يعني بدون طهي، يخرج هايل. واللوغو تاعو كشغل راك تاكل في الباتسري ولا يجي روعة. جربوها يا البنات، ماكش حتندموا عليها. توجدوها دقيقة الاخرى برك بعد ما تكملوا كامل الفطور تاعكم، دقيقة الاخرى توجدوها وديروها في الفريجيدان تبرد، وتسهروا بها وتفرحوا بها وليداتكم. وهنا البنات هذا الشكل النهائي تاعها بعد ما درتها في الفريجيدان كما قلت لكم، ودرت لها شيكولا من الفوق، وزينتها بالفرميساج شوكولا. ولا تحبوا تخلوها هكذاك كذلك تجيه مليحه. ولحت لها من الفوق قطع صغار تاع الجوز، يعني تزيين اختياري كما قلت لكم. ما كملت لكمش الفيديو في الاخير كيفاش كملتها كامل وزينتها، اني ما لقيتوش عفوا. ما على باليش كيفاش سبريميت ولا سبروهم لي الاطفال تاعي، ما على باليش. المهم هذا هو الشكل النهائي. اني اريد لكم يعني الطريقه كيفاش من الاول للاخر. يعني سهله، ما فيهاش يعني بزاف الطرق عاديه، واي وحده مبتدئه تقدر تجربها. وفي الأخير نتمنى تجربوا الوصفة أخياتي، وانتم ما تنسونيش في الاشتراك في القناة والضغط على الجرس هكا باش يلحقكم كامل جديد تاعي، ونجيب لكم وصفات سهلين وأي مبتدئة تقدر ديرهم. وكما قلت لكم ناجحين 100%، يعني ما فيهمش كامل تعب ولا تكاليف. يعني أي واحد يحب يدير وصفات خفاف وما يتعبوش في الكوزينة. كما تعرفوا حنايا المرأة الجزائرية اللي دخلت الكوزينة ماش حتخرج منها، تبقى تدير التكاليف بزاف على روحها وتعيا وتغلب مع رمضان والصيام.
لذلك نحب نجيب لكم وصفات سهلين. نخليكم خياتي مع وصفة جديدة من وصفات يوميات أم صهيب. سلام.